السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. اليوم سنتحدث عن الاعتداء الذي تعرضت له الفنانة المغربية الأمازيغية فاطمة تبع عمرانت. قام العديد من المحامين والإعلاميين والفاعلين الحقوقيين بالتنديد بالاعتداء الذي تعرضت له الفنانة المغربية الأمازيغية فاطمة تبع عمرانت من قبل داعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عمد إلى الهجوم عليها عبر شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء في البيان التضامني مع الفنانة الأمازيغية فاطمة تبع عمرانت، انتشر مؤخرا مقطع فيديو مصور يتحدث فيه شخص معروف بممارسة الدعوة الرقمية بخطاب سلفي متشدد يكيل السب والشتم والقذف في حق الفنانة المقتدرة فاطمة تبع عمرانت، حيث ينعتها بأوصاف وقحة، ضاربا في عرضها وشخصها ورصيدها الفني بلغة تهكمية ينهلها صاحب المقطع المصور من وعاء التجريح والتهريج الغارق في السفالة والسفاهة. وأضاف البيان التضامني أن هذا الشخص المهووس بممارسة الدعوة الدينية الرقمية لما لها من عائدات مالية هائلة أصبح شغله الشاغل إقحام رموز الثقافة الأمازيغية وحضارتها في خرجاته الدعوية المهرجة داخل لبوس ديني سلفي. وقد سبق له مهاجمة الموسيقى الأمازيغية واحتفالات إيد يناير وغيرها. وإن كان الشيخ الرقمي يسعى من وراء ذلك إلى الرفع من عدد الزوار والمتابعين ومداخيل الأدسنس، إلا أن تطاوله على الفنانة الأمازيغية فاطمة تبع عمرانت بهذه الطريقة العنيفة والمقيتة يجعلنا كفعاليات أمازيغية نعلن ما يلي: التضامن المطلق واللامشروط مع الفنانة المقتدرة فاطمة تبع عمرانت، تنديدنا واستنكارنا الشديد لتصريحات هذا الشخص، دعوة جمعيات ونقابات الفنانين المغاربة إلى رفع دعوى قضائية ضد هذا الشخص الذي ينشر خطاب الكراهية والتزمت والضرب في أعراض الفنانين وتشويه سمعتهم استغلالا للدين، والتصدي بحزم لحملات التشهير والتوجيه المستهدفة للفنون الأمازيغية ورموزها، دعوة السلطات المختصة إلى تقنين الدعوة الدينية الرقمية وحماية المشترك الديني من طغاة شيوخ اليوتيوب الذين يمارسون الدعوة والفتوى الدينية بدون أي مرجعية علمية وفقهية. جدير بالذكر أن الفنانة فاطمة تبع عمرانت كانت قد فوجئت قبل حوالي الشهر بوفاة نجلتها بعد صراع طويل مع المرض. تحية لكم الإخوة الكرام. كما شفتوا البيان، هذا البيان نشره مجموعة من المحامين والإعلاميين والحقوقيين ولا يمثل رأينا في القضية حتى يفهم الجميع. وتبارك الله عليكم وإلى اللقاء.